التسدي عند الرجال مشكلة بتكون موجودة كل يوم عندنا في العيادة. المشكلة بتكون مضايقة كتير جدا من الرجالة، بيختار نوع لبس معين، لبس واسع اوفر سايز. المشكلة مش زيادة في الوزن عامة في جسمه، لا دي بتكون مشكلة موضوعية في منطقة الصدر، بتخليه يتجنب لبس معين، الوان معينة، فبيكون متضايق من الموضوع ده. المشكلة مش ان هو يعمل دايت او يلعب رياضة، لا ده بتكون غدة موجودة في منطقة الثدي. التدخل فيها بيكون إجراء آمن وبسيط، في خلال ساعة بنقدر نتخلص من الغدة ويستعيد الرجل الثقة الكاملة بجسمه، ويخرج بعدها يقدر يلبس اللبس اللي هو عاوزه ويعيش حياته زي ما يحب. التدخل بيكون بسيط وإجراء آمن جدا جدا، بيخلي الشاب أو الرجل يستعيد ثقته بنفسه تماما، الحاجة اللي كانت مأثرة عليه نفسيا، فيقدر يلبس اللي هو عاوزه، يقدر يخرج يلبس الألوان اللي هو عاوزها، ويبدأ يعيش حياته طبيعية جدا جدا جدا. لو حضرتك بتواجهك المشكلة ديت ممكن تبعت لي على رسائل الصفحة، هنقيم الحالة بتاعت حضرتك، درجة التسدي، ونقدر نساعد حضرتك بالحل المناسب. كان مع حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات تجميل والحروق وجراحات السمنة المفرطة وتنسيق القوام.